بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي أخواتي، يا كل أهلي وأحبابي من عرب ماردين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أتقدم لكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يعيده علينا وعليكم باليمن والبركة. وتقول لكم بلهجتنا عيدكم مبارك وكل سنة وانتم بألف خير. وبهالمناسبة الحلوة بدي أحكي شوية عن أصولنا وعروبتنا، ويمكن حديثي شوية يكون طويل، معلش تحملوني. بعرف إنكم بتملون من الأحاديث الطويلة، بس الموضوع مهم ومو أقدر أسجله مقطع أو على دفعات، ضروري أحكيه مرة واحدة. وبدي أبدأ حديثي عن لغتنا العربية وعن العرب. وما أدراكم ما العرب؟ وهل لغتهم العربية هي لغة أم قومية؟ وأيش بتعني كلمة عرب؟ قالوا بأن كلمة عرب بقاموس اللغة العربية بتعني التمام والكمال والخلو من النقص والعيب، وما لا علاقة بالعرب كقومية أبدا. فعبارة قرآنا عربيا تعني قرآنا تاما خاليا من النقص والعيوب. فاللغة العربية هي لغة مقدسة والوحيدة اللي نزل بها القرآن، وبها سيخاطب رب العزة والجلال خلقه يوم القيامة. فهي ليست لغة بشرية أصلا، بل هي لغة السماء التي علم الله بها آدم الأسماء كلها، ثم هبط بها الأرض، وكانت هي لغة التواصل بين البشر والعرب. لم يكونوا على مر الأزمان عنصريين ومتعصبين لقوميتهم، والدليل على أن اسم دولهم ارتبط بالدين الإسلامي فقط، فكان منصب الخليفة فقالوا خليفة المسلمين ولم يقولوا خليفة العرب أو الخلافة العربية، بل سموها الخلافة الإسلامية. وسميت تلك الدول يومها بأسماء العائلات كدولة بني أمية ودولة بني العباس والدولة الأيوبية ودولة المماليك والسلاجقة والدولة العثمانية، ولم يكن الاسم مرتكزا على اللغة بل على الهوية الدينية. أما في العصر الحديث وبعد قيام الثورة الفرنسية برزت مسألة القومية، وبدأت الصراعات بين الشعوب تأخذ منحى آخر، هو منحى الهوية المبنية بشكل رئيسي على اللغة وما يتصل بها من تراث وأدب وثقافة وفن وعادات وتقاليد وتاريخ مشترك. وصارت أغلب الصراعات القومية مبنية على اللغة فقط، وكذلك قام مفهوم القومية عند الشرقيين كالعربي والأكراد والأتراك والأرمني والفرسي والسريان على اللغة، واللغة فقط هي التي تحدد اسم القوم. فالذي لغته الأم العربية فهو عربي، والذي لغته الأم هي الكردية فهو كردي. فاللغة هي التي تحدد هوية القوم، لأنها لسان الإنسان الذي يعبر به عن نفسه، واللسان جزء من الإنسان. وقوميات كل الدول الحديثة تعرف بلغتها فقط، فإيران دولة فارسية، ومصر دولة عربية، وهناك قبرص يونانية وقبرص تركية. إذن فالعربي سيبقى عربي والكردي سيبقى كردي أينما رحل وأينما عاش. والسؤال: هل القومية العربية هي رابط دم أو عرق؟ والجواب: أبدا، القومية العربية ليست رابطة دم أو عرق. وبمعنى تاني، مو لازم يكون نسبنا راجع لقحطان أو عدنان، أو إذا ما كان نسبنا بيرجع لآل البيت معناتها نحن مو عرب. لا أبدا، فكل من تكلم اللغة العربية هو عربي. وفي كل أنحاء العالم أول مطلب لأي شعب أو أقليات عرقية محكومة من قومية تانية هي مطالبة بالحقوق الثقافية، وأهمها اللغة وما يرتبط بها من أدب وشعر وغناء. وهاي كانت مطالب أخوتنا الأكراد في العراق وسوريا وإيران وتركيا حتى اليوم. فاللغة هي الهوية الناطقة اللي بتعبر فيها الشعوب عن قوميتها، وهي أساس وجودها. وإذا بدنا نعرف القومية باختصار بنقول
القومية هي اللغة فقط، ولا يوجد قوم وقومية بدون اللغة، يلي بيتبعها أمور تانية كالدين والعادات والتقاليد والحياة الاجتماعية. حتى النور والغجر اللي بنقول عنهم السجينة لهم لغة خاصة تميزهم عن غيرهم، وليس لهم وطن سياسي وجغرافي أو تاريخ وحضارة ولا حتى مصالح مشتركة، فاللغة التي تجمعهم هي هويتهم القومية. بيسألونا هل تموت القومية بموت اللغة؟ نعم، القومية تموت بموت اللغة. فقومية المصريين القديمين كانت الفرعونية، والسودانيين كانت النوبية، والفلسطينيين كانت الكنعانية، والعراقيين كانت السومرية، ولكن الآن كلن عرب، قومية عربية. ومن يريد أن يتسمى بقومية باسم قومية سابقة عليه إحياء هاك القومية واسترجاع لغتها السابقة. أنا لما بدي أقول في مصر أنا فرعوني، لازم أجيب لغة الفراعنة وأحكي فيها. لما بدي أقول في العراق أنا سومري، لازم أجيب لغة السومريين وأحكي فيها حتى أرجع سومري، وكذلك الكنعانيين أو اللغات الثانية نرجع نحكي فيها. فمن يتحدث العربية فهو عربي، ومن يتحدث الكردية فهو كردي، وكذلك التركي والأرمني. ولا يمكن لمن يتحدث العربية ولا يتكلم الكردية أن ينتسب للأكراد، والمؤكد بأن الأكراد لن يعترفون به. ولكن في حالة إنسان أمه كردية وأبوه عربي وهو بيتقن اللغتين، من حقه أن ينتسب لإحدى القوميتين، لأني أكيد الاثنين راح يعترفوا فيه، لأني بيعرف اللغتين، فوين ما حب يكون كما بده. واللغة من فجر التاريخ هي أساس الانتماء القومي، ولا تزال مقياسا لتمييز أمة عن غيرها. فمثلا جماعة الاتحاد والترقي ومن بعدهم الدولة العلمانية الحديثة بقيادة أتاتورك سعت لتطبيق سياسة التتريك على الشعوب التي لا تتكلم اللغة التركية، وفرضت اللغة التركية على جماعتنا بالقوة. فكانت هجرة أهلنا من عرب ماردين نحو الجزيرة السورية واسكندرون وبعدها إلى حلب ولبنان، لأن سكان هذه البلاد كانوا يتكلمون اللغة العربية، في نفس الوقت الذي كان أغلب أكراد قرى ماردين يهاجرون إلى ديار بكر أو إلى مدن ذات أغلبية كردية. وقلة قليلة من العرب من عرب ماردين ربما سكنوا بديار بكر. وأغلبية عائلاتنا كانت تسمي بناتها باسم سوريا. ليش؟ لأني هن بيعرفون أصلا من عرب سوريا. وفي 100 سنة الأخيرة لما ظهرت دولة تركيا الحديثة صاروا يسموا تركي وتركو وتركان. وما سمعتوا في عائلاتنا في الراشدية أو في المحلمية أو في جبل كوسة سموا كردو أو كردية أو كردان، نهائيا ما سمعناها هاي. وعلى العكس مما يشاع ويقال بأن الدولة العثمانية كانت تحارب اللغة العربية، لأني دائما بيشيعوا أن الدولة العثمانية حاربت اللغة العربية. لا، الدولة العثمانية ما حاربت اللغة العربية أبدا، وهي افتراء. الدولة العثمانية كانت تعتبر اللغة العربية لغة الشريعة الإسلامية، وهي جزء من الدين، وباعتبارها دولة الخلافة الإسلامية اللي بتحافظ على المقدسات وبتنشر الرسالة الإسلامية، وهي بالأساس بلسان عربي. وقد كان سلاطين العثمانيين همهم الحفاظ على اللغة العربية والاهتمام بها، وكانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وكانت تصدر القرارات والمجلات باللغتين العربية والتركية. ولكن الذين دعوا إلى الطورانية ولفرض اللغة التركية على القوميات الأخرى هم جماعة الاتحاد والترقي بعد أن خلعوا السلطان عبد الحميد في عام 1909، وكلهم كانوا من اليهود. وهذا شيء ثابت حتى أن أحد المؤرخين الأمريكان واسمه واتسون يقول لا يوجد أحد في حركة الاتحاد والترقي من أصل تركي حقيقي، وإنما هم يهود وغيرهم. وقد
ألغوا الحرف العربي من لغتهم حتى يبعدوا الأتراك عن الدين الإسلامي ويقطعوا كل صلة للأتراك بلغة القرآن. يا أبناء عشائرنا الكرام، يا كل أهلنا وجماعتنا من عرب ماردين، ونحن لما بنقول عرب ماردين فهاي هو انتمائنا وحقيقة نسبنا وواقع حالنا. وإن أنكر علينا بعض الأخوة من جماعتنا ممن سكنوا في منطقتنا وضياعنا وبلداتنا ولهم جذور أو أصول كردية أو فارسية أو سريانية، فمن حقهم أن ينتسبوا لقومياتهم، ولكن ليس من حقهم أن ينسبون إلى أجناسهم وأعراقهم أو قومياتهم التي ينتسبون لها أيا كانت. وإذا كان كل إنسان على ظهر الأرض سيلجأ إلى فحص الدي ان ليثبت انتمائه القومي، فسيكون لكل واحد فينا انتماء قومي غير الذي هو عليه اليوم. ولو كانت ضياعنا كالراجدية والمخاشنية وضياع المحلمية كردية كما يدعون، وكل هالضياع محيطة كردي، فكيف نسي أجدادنا الأولون اللغة الكردية نهائيا، علما بأننا نتكلم العربية باللهجة المردلية منذ وجدنا في ماردين. وقد عاش أجدادنا وآباؤنا ونحن أبناء الجيل الثالث في سوريا ولبنان، وأولادنا وأحفادنا أبناء الجيل الرابع والخامس عاشوا بالدول الأوروبية، ولا زلنا ولا يزال أبناؤنا وأحفادنا يتكلمون العربية باللهجة المردلية. وجميع ضياعنا كانت تحتفل بالأعياد السريانية كجمعة مريم وعيد الفصح والدام ودام، وعمر ما سمعوا بعيد النوروز أو احتفلوا فيه، وهذا العيد بقدسوه أخوتنا الأكراد. وليكن بعلم الجميع بأن الأكراد نفسهم في منطقتنا وغيرها من المناطق ينكرون كرديتنا ويرفضون انتماءنا لهم ويصرون على انتمائنا العربي، فنحن شعب له عادات وتقاليد تختلف كليا عن عادات وتقاليد الأكراد، ولكننا نحن والأكراد أبناء منطقة واحدة وتربطنا ببعضنا روابط الجيرة والدين وصلة الرحم، وبيننا وبينهم الكثير من المصاهرات، فنحن أخوالهم وهم أخوالنا، ونحن نكن لهم كل الحب والتقدير والاحترام، وهناك صداقات وأحلاف كثيرة بين الملتين. وحتى لا يسيء البعض فهمي سأقول لهم بأن أقوالي ومقالاتي ليست موجهة ضد أي قومية أو جماعة على الساحة، سواء كانوا أكراد أو أتراك، فهم بالنهاية أخوة لنا بالدين والإنسانية. إخوتي أخواتي، في بعض ضياعنا يوجد عائلات أسلمت واستعربت من 100 سنة أو أكثر، وأصولها ربما كانت سريانية أو أرمنية، فهل سينادي من كان جد جده أرمنيا بالقومية الأرمنية ويدافع عنها ويفتخر بها لأن أصوله منهم، علما بأنه لا يتحدث باللغة الأرمنية؟ وربما كان بين ملتنا من بحث عن نسبه فتبين له بأن جده الرابع كان من يهود العراق أو فارس أو من يهود ماردين، فهل سينتمي للعبرانيين ويعتز بنسبه اليهودي ويفتخر بدولة إسرائيل؟ وآل جنبلاط أصولهم كردية، لماذا لا ينادي السيد وليد جنبلاط بقوميته الكردية؟ إخوتي أخواتي، عشائرنا سكنت مناطق ماردين قبل الفتح الإسلامي وقبل الكردي والترك، ولهذا سميت بعض المناطق بأسماء تلك القبائل العربية كديار بكر وديار مضر وديار ربيعة، ولا تزال بعض تلك الأسماء مستخدمة حتى هذا اليوم. وقد ورد ذكر عرب ماردين بالكتب القديمة للسرياني والكلدان تحت مسمى بيت عرباية أو باع عرباية، ولا تزال آثار مدينة الحضر عاصمة مملكة عرباية قرب الموصل قائمة حتى اليوم. إذن فنحن عرب باللغة والقومية وأتراك بالمواطنة والهوية، ونحن ندين بالولاء للدولة التركية. وقد قال عن منطقتنا المؤرخ التركي البروفيسور حمدي كارا في كتابه تاريخ وثقافة ماردين إن أكبر تجمع للعرب السنة في تركيا هو في منطقة ماردين،
وهم عرب أقحاح ويعرفون بالمحلمية ويتكلمون اللغة العربية بلهجة قديمة وخاصة بهم. في الختام، لي طلب ورجاء من جميع أهلنا: علموا أولادكم التركي أو الألباني والسويدي، ولكن علموهم العربي في نفس الوقت، وشجعوا أولادكم وبناتكم على تعلم اللغة العربية لأنها لغتهم الأم، وازرعوا محبتها في قلوبهم ونفوسهم ليعرفوا قيمتها وأهميتها. وادعوا كل أهلنا إلى تعلم النطق باللغة العربية الفصحى، فهي لغة القرآن والعبادة والصلاة والمساجد والموالد وبيوت العزاء، وإذا لم نستطع التحدث بها فعلى الأقل يتوجب علينا أن نفهمها. وأدعو جميع أهلنا وعشائرنا لتوحيد الكلمة من أجل تحقيق مصالحنا ولتوجيه شبابنا الذي يتخبط في ظلمات الجهل وضمان مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة في كل الدول التي نتواجد فيها. اللهم زدنا حبا للغات القرآن، وعنا على المحافظة عليها، وارزقنا فهم كتابك والعمل به يا أرحم الراحمين. وفقكم الله ووفقنا أجمعين لما فيه خير ملتنا وأهلنا وجماعتنا من عرب ماردين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.